اهلا بكم يا جماعه. النهارده فيديو جديد ومختلف. النهارده فيديو جديد تاني مع كريم حسن. النهارده هنعمل فيديو للطلبه كده، فيديو في الحنين. البادجت بتاعته كلها في الحنين، اسعار رخيصه جدا. تمام. الطلبه بقى وكده نروق عليهم شويه ونجيب لهم حاجات ليهم، ويلا بينا نخش ونشوف احنا جايبين مطعم النهارده معانا مطعم بوب ايه. مطعم بوب ايه في شارع اشبوش، اول ما تكسر يمين كده وانت رايح عند ابو العزم، اول ما تكسر يمين هو موجود. قديم جدا، مثلا بقاله 6-7 سنين. انا جلت عنده من وانا صغير، فهو دلوقتي دور بيه الحال شويه وبقى بيعمل سندوتشات باسعار حنينه كده، واسعاره رخصت بصراحه. فجايبين من عنده عرض النهارده كده نص دسته 6 سندوتشات ب 100 جنيه. اسعاره حلوه جدا بصراحه. فيلا بينا، يعني في وسط الغلا ده 6 سندوتشات ب 100 جنيه سعره حلو. معاك مخلل مع الاكل. هنفتح بقى الاكل ونشوف. ده العرض اللي معانا اهوت 6 سندوتشات ومخلل، كميه مخلل حلوه. سندوتش كريسبي، سندوتش بطاطس، سندوتش ده سجق، وده سجق. هو المفروض يبعت واحد كده، واحد سجق وبعد 2 سجق، وسوسيس ورومي سخن. شكل السندوتشات حلو، شكل السندوتشات بالنسبه للسعر جميل. بس تعالوا نخش ونشوف الطعم. ونبتدي مثلا تعالى نبتدي من الخفيف ونخش على البطاطس. مليان حلو، صوصاتك روعه على السندوتش. فضل الطعم، لو الطعم حلو يبقى ظبط المعادله. سعر السندوتش ده لوحده تقريبا 10 جنيه. تعالى ندور. بسم الله. طعم السندوتش رايق، حاطط خس، صوصات كتير، بطاطس طعمها حلو على 10 جنيه. سعره حلو قوي بالنسبه لكميته. يعني انت طالب بين الدروس كده تخبط السندوتش ده في الخفيف حلو جدا. تعال نخش بقى على الرومي السخن. واخد تشويحه برده كده على الجريل، واخد كاتشب ومايونيز جواه، جبنه سايحه وزي الفل. تعالى يلا ندوق ونشوف. يلا بسم الله. طعم الجبنه الرومي حلو جدا. طعم الجبنه الرومي قديم فمالحه شويه. انا نفسي ككريم ما بحبش الجبنه الرومي، فهو لو بتحب الجبنه الرومي هيعجبك، لان هو مليان جبنه رومي ومع خس كده وصوصات. فالسندوتش حلو جدا، والعيش متحمص كويس والجبنه سايحه كويس، فهيعجبك لو انت بتحب الجبنه الرومي. لكن انا ما بحبش الجبنه الرومي. فيلا بينا نخش على السجق بقى ونشوف. هو اتلخبط وانا ببعت واحد كبده واحد سجق بعد الاثنين سجق. فتعالوا نجرب السجق. السندوتشات بصراحه مليانه حشو، السندوتش مليان حشو وصوصات ومترقع عليه، فالكلام حلو يعني. تعالوا بقى ندوق ونشوف. بسم الله. ايوه كده، كل ما بتخش في الدقايق الليفل بيعلى. طعم هنا السجق حلو، سجق نضيف مش تعبان. يعني هو اكيد مش بلدي بس مش تعبان، فاهمني؟ الخضار فيه كتير، الصوصات اللي جواه حلوه ومخليها جوسي كده. بص الصوصات كتير جدا جوه، مطريات خليها السندوتش طري. طعمه حلو، طعمه حلو يعني. سعره تقريبا ب 15 جنيه، عنده ب 20 جنيه حاجه زي كده. يستاهل. يلا اللي بعده. نخش بقى على سندوتش السوسيس. سندوتش السوسيس هنا هو حاطط صوصايه كامله كده طويله جوه. تمام. صوصاتك برضه اللي هو صوصات وخضار خس وطماطم. هو بصراحه بيخدم السندوتش حلو كصوصات وكخضار وكده. تعالوا يلا ندوق نشوف الدوق كده. بسم الله. طعم السندوتش حلو قوي. طعم الصوصات والطرق هو بيخدم السندوتش. صوصات وخضار حلو قوي بصراحه. فالسندوتش طعمه حلو، السوسيس طعمه حلو، مش لو كواليتي، طعمه حلو جدا ونضيف كمكونات وكصوصات وكسوسيس وككل حاجه. لا سندوتش رايق، يعني تستاهل انك تجربه. خش بقى في سندوتش معانا وهو الكرانشي. برده الكرانشي برده هو صوصات يا جدعان، بيخدم سندوتش صوصات حلو وخضار حلو، بيطلع لك سندوتش حلو. وكميه الفراخ جوه حلوه جدا عن الزمن اللي احنا فيه والاسعار اللي احنا فيها. لا كميه الفراخ جوه محترمه. يعني السندوتش ده مش راكب ب 40 و50 جنيه. تعالوا يلا ندوق ونقول بسم الله. السندوتش ده برده زي اخواته، فرايق، طعم الفراخ حلو، باينه وكتيره. البريدنج مش كبير فمش مغطي على طعم الفراخ، فباين ده وباين ده، مفيش حاجه مأثره على الثانيه. يعني طعم البريدنج باين وطعم الفراخ باينه، والبريدنج طعمه حلو. يعني البريدنج قليل بس باين وطعمه باين وطعمه حلوه، والفراخ باينه ونضيفه وطعمها حلو. فبرضه اول طعم السندوتش حلو كله على بعضه، بصوصاته بخصه بكل حاجه. سندوتشاته كلها طعمها حلو، اسعاره في الرايق. فمكان يستحق التجربه اللي ما يستحقش لا يستحق منك انك تجربه. سواء طالب عمال الدروس تروح تخبط حاجه على الخفيف كده بسعر حنين على قد الايد، او سواء انت رايح مثلا الصبح شغلك او كده عادي تفطر من عنده كده او كده، هينفعك في كده الحالتين. اسعاره بالنسبه للزمن اللي احنا فيه ده بصراحه يعني ببلاش. ان السندوتشات بالسعر ده لا لازم تجربه، جامد قوي. وفي الفتره الجايه دي هنحاول برضه نشتغل لكم فيديوهات من ديت، عشان طبعا شايفين الاسعار رايحه على فين، فهيبقى ده التوجه العام. نحاول نجرب المطاعم دي كلها برضه، ونقول لكم اجمد واحد في الاسعار في الفئه السعريه ديت، عشان برضه الطلبه اللي بتنزل دروس الصبح الكلام ده كله. تمام. فبس كده احنا في اخر الفيديو. انزل بقى سبسكرايب. 76% من الناس بتتفرج مش عاملين سبسكرايب، فانزل بقى سبسكرايب عشان تبقى معانا هنا على طول. ويلا سلام.